الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة افترسوا ولا تختلفوا سد الخلل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أسرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فلا تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يجمد ولا يجلم ولا تبارك ربنا ودعنا فلك الحمد على ما قضينا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والزلازل والفتن والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أهلك الكفرة واليهود والنصارى وأعوانهم. اللهم فرق جمعهم وزلزل أقدامهم ومزقهم كل ممزق بقوتك وعزتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة.
اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إلهي ربي ربنا يا معبد سبحان الله Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Pada kesempatan subuh kali ini insyaallah kita akan mendengar beberapa hadis mengenai fadilah keutamaan dari salat, mengerjakan salat wajib. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man azzana snatai asyrata sanatan wajabat lahul jannah wa kutiba lahu bi ta'zinihi fi kulli marratin sittuna hasanatan wa bi iqamatihi thalathuna hasanatan rawahul Hakim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa menyerukan azan selama 12 tahun ia pasti akan masuk surga dan dicatat baginya 60 kebaikan untuk setiap azannya dan 30 kebaikan untuk setiap iqamatnya. Hadis riwayat Hakim. Diulangi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa mengumandangkan azan selama 12 tahun ia pasti akan masuk surga dan dicatat baginya 60 kebaikan untuk setiap azannya dan 30 kebaikan untuk setiap iqamatnya. Hadis riwayat Hakim. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yahuluhumul faza'ul akbar wa la yanaluhumul hisab hum ala kathibin min miskin hatta yufragha min hisabil khalaik rajulun qara'al qur'ana batiqa wajhillahi wa amma bihi qauman wa hum raduna bihi wa da'in yad'u ila sholawati batiqa wajhillah wa 'abdun ahsana fima bainahu wa bain rabbih wa fima bainahu wa bain mawalih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan merasa ketakutan karena dahsyatnya hari kiamat dan tidak akan menjalani hisab. Mereka akan berada di atas bukit yang terbuat dari kasturi sampai selesainya hisab terhadap seluruh makhluk yang lain. Mereka adalah orang yang menghafal Al-Quran karena mengharap ridha Allah
dan menggunakan hafalannya itu untuk mengimami suatu kaum dan kaum itu senang padanya. Yang kedua, dai yang menyeru kepada solat karena mengharap ridha Allah, dan seorang hamba sahaya yang menjaga hubungan baik dengan Tuhannya serta hubungan baik dengan majikannya. Hadis riwayat Tirmizi. Diulangi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW beliau bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan merasa ketakutan karena dahsyatnya hari kiamat dan tidak akan menjalani hisab. Mereka akan berada di atas bukit yang terbuat dari kasturi sampai selesai hisab terhadap makhluk yang lain. Mereka adalah 1, orang yang menghafal Al-Quran karena mengharap ridha Allah Ta'ala dan menggunakan hafalan itu untuk mengimami suatu kaum dan kaum itu senang dengannya. 2, dai yang menyeru kepada solat karena mengharap ridha Allah Ta'ala. Yang ketiga, seorang hamba sahaya yang menjaga hubungan baik dengan Tuhannya serta hubungan baik dengan majikannya. Hadis riwayat Tirmizi. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun ala kuthbanil miski urahu qala yaumal qiyamah yaghbituhumul awwaluna wal akhirun, rajulun yunadi bis salawatil khamsi fi kulli yawmin wa lailatin, wa rajulun ya'ummu qauman wa hum bihi raduna, wa 'abdun adda haqqallahi wa haqqa mawalih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW beliau bersabda, ada 3 golongan yang akan berada di atas bukit kasturi pada hari kiamat. Orang-orang generasi pertama hingga terakhir pun ingin mendapatkan karunia seperti mereka, yaitu laki-laki yang mengumandangkan azan untuk salat 5 waktu setiap hari, baik siang ataupun malam. Laki-laki yang mengimami suatu kaum dan kaum itu senang kepadanya, dan hamba sahaya yang menunaikan kewajibannya pada Allah dan kewajibannya pada majikannya. Hadis riwayat Tirmizi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imamu dhaminun wal muazzinu mu'tamun, Allahumma arsyidil a'immata waghfir lil muazzinin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, imam adalah penanggung jawab dan muazzin adalah orang yang dipercaya. Wahai Allah, bimbinglah para imam dan ampunilah para muazzin. Hadis riwayat Abu Daud. Diulangi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, imam adalah penanggung jawab dan muazzin adalah orang yang dipercaya. Wahai Allah, bimbinglah para imam dan ampunilah para muazzin. Hadis riwayat Abu Daud. Keterangan imam adalah penanggung jawab maksudnya bertanggung jawab atas seluruh urusan salat berjamaah serta menjaga rukun-rukun, sunnah-sunnah dan jumlah rakaat para makmum. Juga ketika ia berdoa, ia menjadi perantara antara mereka dengan Allah. Muazzin adalah orang yang dipercaya maksudnya, yaitu muazzin adalah orang yang diberi amanah untuk menjaga salat 5 waktu. Orang-orang berpedoman kepada suaranya dalam urusan waktu salat, berbuka puasa dan seluruh kewajiban-kewajiban yang ditentukan waktunya. Dari kitab Bazlul Majhud. An Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna asy-syaitana idza sami'a an-nidaa bis-salati zaba hatta yakuna makana ar-rauha. Qala Sulaiman fasa'altuhu 'anil rauha faqala hiya minal Madinah 36 milan. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila dikumandangkan azan untuk salat, syaitan akan pergi menjauh sampai tempat yang bernama Rauha. Perawi Sulaiman berkata, aku bertanya kepada Abu Sufyan mengenai Rauha. Ia pun menjawab, sebuah tempat yang berjarak 36 mil dari kota Madinah. Diulangi dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila dikumandangkan suara azan, maka syaitan akan pergi menjauh sampai ke tempat yang bernama Rauha. Para perawi yang bernama Sulaiman bertanya, aku bertanya pada Abu Sufyan mengenai Rauha. Ia pun menjawab, sebuah tempat yang berjarak 36 mil dari kota Madinah. Hadis riwayat Muslim. Bab keutamaan azan. Alhamdulillah telah kita dengar beberapa hadis mengenai fadilah mengumandangkan azan serta salat berjamaah
Insyaallah apa yang kita dengar dapat kita amalkan dan kita sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi karim wal 'azzi min sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunub walidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا افرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم الحمنا مراشد أمورنا وعذنا من شرور نفوسنا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا وجعلنا سببا لمن اهتدى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. نشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. نشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.